بصوا يا جماعه، زي ما احنا ككبار لما بنقعد مع حد بتقعد تقول ايه ده تافه، ده دماغه فاضيه. ليه؟ لان انت بتحس ان تفكيره وعقله مش موزون. احنا علينا بيتوزن بايه؟ بالخبرات والمعلومات والتجارب والمعرفه. فكل ما يبقى عندك خبرات ومعرفه وتجارب بتثقف نفسك، دايما بتعمل ابديت لعقلك، كل ما تبقى هادي وراسي ورزين. برضو الاطفال كده. الاطفال لو انت اديتهم خبرات، معلومات، علمتهم حاجات كتيرة، حاجات كويسة، اديتهم انشطة اجتماعية، وديته الحضانة، علمته مهارات اجتماعية، علمته ازاي يتفاعل، دي هتزود او هتحسن الاداء الوظيفي العقلي، هتخلي سلوكه افضل اجتماعيا، هتعلمه المهارات الاجتماعية اللي يقدر يتعامل بيها، فبالتالي هتحسه طبيعي. احبس بقى الولد في البيت، ما تعرضهوش لمهارات اجتماعية ولا خبرات، وحط له الاكل والشرب واديله كل حاجة هو عايزها، وعامله كأنه حيوان أليف، وشوفه بصورة معينة. تمام؟ الصورة اللي هتبقى عليها دي او اللي هيبقى عليها ده الطفل ده مش عشان هو عنده مشكلة ولا عنده كسور ولا عنده اعاقة، لا، ده حصل له خلل في الاداء العقلي الوظيفي بسبب انه اتساب وما تدخلهوش مهارات وما تعلمش حاجة، وكان بنعامله على انه بياكل وبيشرب بينام ويدخل حمام بس، فبالتالي حصل له خلل. اي طفل مش هيروح حضانة، مش هيتقدم له الحاجات او البيئة المناسبة والاساليب التربوية اللي تخدمه في ان هو يحصل على المعرفة اللي هو محتاجها في كل سن، في كل مرحلة، ومش هيعيش في بيئة صحيحة سرية بالخبرات والمعلومات والمهارات، وهنقدم له التليفون بس والشاشات بس، وهيتلبى احتياجاته الأساسية بس بدون ما يتفاعل مع أطفال ويتحط في بيئة طبيعية ونحبسه في البيت، هيبقى عنده خلل. فما تجيش تقولي انه الخلل ده راجع لاضطراب او راجع لإعاقة او الطفل مولود كده. لا، انت حضرتك بوظت الطفل. تمام؟ انت حضرتك سببت له كسور او خلل ما كانش موجود. فما تجيش تقولي لا اصل هو مولود توحد. لا. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير، ودمتم بخير.